الامور والاخبار السعيده. امبارح انا قلت لحضراتكم ان في خبر صار للكره المصريه، ولاعب بيتحرك مباشره من الدوري المصري للدوري الانجليزي. لعيب في الدوري المصري اسمه عمر خضر بيتحرك للدوري الانجليزي. اللاعب ده امبارح حصل عليه بعد الخبر دوشه كبيره جدا، وحصل انتقاد يعني اللاعب ده كان بتاع نادي الزمالك ثم راح نادي زد. المفاجاه اللي الناس مش عارفاها ان عمر خضر ده اللي انتقل من نادي زد لنادي أستون فيلا، وهو لاعب عنده 17 سنه، لاعب عنده 17 وحاجه سنه، هيروح لما يبقى عنده 18 سنه، يعني خلال كام شهر خلاص هتخلص البيعه. نادي الزمالك شريك في هذا اللاعب، يعني العقد المبرم في بيع هذا اللاعب ان نادي الزمالك ليه جزء كبير من بيع هذا اللاعب ده. بس لان الناس امبارح شفت حديث كبير، الزمالك باع، الزمالك ما باعوش، اللي عمل الديل امير مرتضى منصور، وحط اوبشن كبير جدا جدا، وحط شراكه كبيره لنادي الزمالك في حاله بيع اللاعب، واللي هو راح له هو اللي حصل. الولد دلوقتي بيتباع في الدوري الانجليزي برقم كبير، والزمالك شريك في هذا اللاعب. هل في اللاعبين المصريين، عشان اقول لكم اخبار، لان احنا واضح ان الناشئين ابتدت تسخن والامور ابتدت تسخن بشكل كبير جدا. هل عمر خضر هو اللاعب الوحيد؟ لا، عمر خضر هو اللاعب الوحيد اللي هيروح الدوري الانجليزي، ولكن في نادي برتغالي باعت رسمي، في نادي برتغالي باعت رسمي لاثنين لعيبه في النادي الاهلي. عايزين اسامي اللعيبه دي، هو مثلا بورتو ولا بنفيكا هيبعت رسمي، عايز تقنعني ان بورتو وبنفيكا هيبعت رسمي عشان يشتري 2 لعيبه من النادي الاهلي من قطاع الناشئين؟ ايوه، واللعيبه دي راحت وعملت ترايل بالفعل، واللعيبه دي على بعد خطوات من هذه الصفقه، والكلمه الاولى والاخيره هنا للنادي الاهلي: احمد عبدين، عمر سيد معوض. انا بقول لكم بالاسامي اهو بقى، خلاص عشان ايه القصه يعني تبقى الامور واضحه. عمر سيد معوض، احمد عبدين، 2 لعيبه في النادي الاهلي، كانوا موجودين في ترايل في البرتغال، في ناديين كبار جدا في البرتغال طالبينهم، وممكن قريب جدا 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 الامور تنتهي والاثنين لعيبه دول تلاقيهم هناك. اذا قطاعات الناشئين، انا عارف وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي ان الدنيا من امبارح سخنت، وفي ناس كتيره في انديه كتيره كانت بتعمل ترايل، وفي ناس كتيره الموضوع ابتدى يتاخد بشكل جدي، وفي ناس ابتدت تبعت لي اي حد في قطاع ناشئين طالع بره بيعمل اي قصه بره يبعت لنا، واحنا هنقول. احنا خلاص تبنينا فكره ان اكبر عدد من اللعيبه تسافر، اكبر عدد من اللعيبه تطلع. خلاص احنا عايزين عدد من المحترفين بره 50 60 70 80 90. الزمالك برضو بيجهز ان شاء الله باذن الله، وبيعمل دلوقتي سيستم للناشئين مختلف، وعنده 3-4 لعيبه جامدين جدا جدا، فالامور تختلف. سيستم النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته في انديه كتيره جدا ماشيه في الحته دي. الفتره الجايه هيكون في اخبار قويه جدا في هذا الشأن.